السلام عليكم. يلا نبدأ بنتعلم عجلة الألوان. العجلة الألوان فيها 3 ألوان أساسية اللي هم الأزرق والأحمر أهو والأصفر. هما بيعملوهم زي كأنهم مثلث كده، أزرق أحمر أصفر، دول زي ما خدناهم في المدرسة ال3 ألوان الأساسية بتوع عجلة الألوان. بعد كده لما بنخلط الأزرق مع الأحمر بيديني الازرق اللي بيسموه السيان اللي هو الاساسي، مع الاحمر بيطلع لي اللون البنفسجي الفايلوت. وبعد كده لو خلطت الازرق مع الاصفر هيديني الاخضر. ده لو خلطتهم بنسب متساويه. طيب لو خلطت حطيت ازرق اكتر، يعني حطيت مثلا نقطتين ازرق على نقطه اصفر يديني الاخضر مزرق. طيب لو حطيت نقطتين اصفر مع نقطه ازرق يديني الاخضر المصفر شويه. طيب لو نبتدي بقى هنا بالازرق مع الاحمر، لو حطيت ازرق مع احمر حطيتهم قد بعض هيديني البنفسجي درجه زي دي. طب لو حطيت ازرق اكتر يبقى هيديني البنفسجي المزرق، لو حطيت احمر اكتر يديني البنفسجي المحمر. طيب لو هنا الاصفر والاحمر، لو انا حطيت الاصفر على الاحمر هيديني البرتقاني. طب لو حطيت احمر اكتر من الاصفر، حطيت نقطتين احمر مع نقطه اصفر يديني برتقاني محمر، او اللي هو السيمون كده محمر اكتر. طب لا، لو العكس حطيت اصفر اكتر هيديني المصفر. ماشي. وانا بس في حاجه كمان مهمه جدا جدا في عجله الالوان لازم تبقوا عارفينها، ودي لما عرفتها فرقت معايا جدا. ان احنا بنجيب قلم وبنحطه على العجله دي علشان نشوف كل لون بيتغمق ازاي. لان انا عايزه اغمق اللون الازرق بغمقه باللون المقابل ليه في عجله الالوان، فهلاقي ان اللون ده هو البرتقاني. يبقى انا لما احط ازرق عايزه اغمقه شويه يبقى احط له نقطه برتقاني، ما ازودش عن نقطه علشان ما بيتحول لبني، فبحط بس نقطه من البرتقاني عشان يتحول يبقى اغمق. لقيته ان هو لسه ما غمقش بالدرجه الكافيه بحط تاني نقطه تاني من البرتقاني. طيب يبقى انا لو عايزه اغمق مثلا وليكن الاصفر، فاحط القلم كده على عند اللون الاصفر واشوف هيجي لي المقابل ليه في عجله الالوان هو اللون الفايلت اللي هو البنفسجي، والاصفر بيتغمق بالبنفسجي. وكان في برضو مدرسه رسم عندي في ورشه مره قالت لي ان هي دايما بتغمق بالموف وبتفتح بالاصفر. برضو ممكن نجرب حاجه زي دي، لان تكوين الالوان بيبقى من الحاجات العمليات الصعبه شويه عشان الواحد يكون درجه لون صح. فعجله الالوان دي مهمه قوي عشان نقدر نكون درجات الالوان المختلفه، وعشان نفنتج اللون يعني نخليه لون باهت كده مش صريح. بعمل فيه ايه؟ بحط له ابيض ونقطه برضو من المقابل ليه في عجله الالوان. يعني مثلا انا عايزه احط على الاحمر افنتجه اخليه باهت شويه، فبحط له ابيض مع نقطه اخضر. بالتجربه يعني بنبتدي نعرف ونتاكد من درجات الالوان المختلفه. برضو اللون البني بيبقى ليه كذا تكوينه، يعني في درجات برضو من البني، لان مثلا هنا مفيش درجه البني المفروض ان هي عباره عن الالوان الاساسيه على بعض، اصفر على احمر على ازرق. طيب لو انا عايزه اكون في درجات بني مختلفه، بحط بقى مثلا اصفر وعليه البنفسجي، او الازرق وعليه البرتقاني، او الاحمر وعليه الاخضر. يعني كل واحده من دول بيكون لي درجه بني مختلفه. لو جربتوها فعلا هتستمتعوا جدا وهتبقى حاجه لطيفه قوي، هتهديكوا كده يعني تستغربوا كانكم بتعملوا بالظبط تجربه علميه. يعني بتقولوا سبحان الله ان هو خلق لنا الالوان دي، وازاي كل درجه لون بتطلع لون مختلف. يعني حاجه فعلا فعلا سبحان الله. طبعا عجله الالوان دي بجيبها منين؟ دي بتنزلوها من على بنترست وتطبعوها عادي من اي مطبعه جنبكم، علشان تبقى جنبكم عارفين مثلا ان انا عايزه ازرق فهعمل ايه لغايه ما تحفظوها وبعدين خلاص. او طبعا تخلوها على الموبايل بتاعكم، كل ما تبقوا عايزين تطلعوا درجه لون تفتحوا وتشوفوا هغمق ده بايه وغمق ده بايه وكده. بس في معلومه كمان حلوه قوي في عجله الالوان نستفيد منها. انا لو عايزه اعمل تصميم ومش عارفه اعمله بالوان ايه، فبختار الالوان على اي اساس؟ انها تكون الوان يعني لايقه مع بعض. ازاي هعمل ده؟ عن طريق هنا بصوا، بختار الوان تكون على اضلاع مثلث متساوي الاضلاع. بخليها على على زوايا مثلث متساوي الاضلاع. يعني اختار مثلا اخضر مع برتقاني مع ازرق، اللي هو اللي هو محمر شويه. او اختار هنا ممكن يبقى على زوايا مثلث متساوي الساقين بس،
فيبقى اختار اللي هو البلو فايلوت ده مع الاصفر مع الاورنج، او اختار على الزوايا بتاعه ريكتانجل، زوايا مستطيل او مثلث. فبرضو ممكن تنزلوا واحده تكون فيها اللي هي الحته دي، بحيث ان انتوا علشان تختاروا تصميم فيه الوان تكون متناسقه مع بعض. هي ميزه بس العجله دي الوحيده ان هي بتلف بقدر اعرف ان ممكن انا عايزه اختار حاجه تكون فيها من الازرق، يبقى هجيب ده اجيبه على الازرق واختار معاه من البنيات ومن الاخضرات، ان هو كده هيكون مريح للعين وهيكون مظبوط. يا رب اكون فدتكم، مع السلامه.